هل يجب دفع مهر للزواج وهل تغني عنه الشبكة أم لا؟ اعلم أن الصداق يجوز أن يكون نقدا، ويجوز أن يكون عينيات، ويجوز أن يكون عاجلا، ويجوز أن يكون آجلا، ويجوز أن يكون بعضه عاجل وبعضه آجل، يجوز أن يكون ذهبا، يجوز أن يكون مالا نقديا، يجوز أن يكون سيارة، يجوز أن منزلا. الصداق صوره تتنوع. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس: أتردين عليه حديقته؟ فكان المهر حديقة. وقال النبي لشخص آخر: التمس ولو خاتما من حديد. وقال: زوجتكها بما معك من القرآن. وأعتق النبي صفية وجعل عتقها صداقها. فصور الصداق تتنوع. الذي يمشي عليه الناس جائز إذا كان وسط مهر المثل. في مصر اصطلح الناس على أن يكون الصداق كالتالي: شبكة هي في مصر في الغالب، إلا إذا نصوا على خلاف ذلك، في الغالب من الشبكة من الصداق. أيضا المؤخر، ولا منع أبدا من مؤخر الصداق. وبعد أيضا العفش الذي تأتي به الزوجة، يأتي به الزوج، يكتب في قائمة الزوجة، فيكون مهر الفتاة هو العفش الذي يأتي به الزوج إضافة للشبكة إضافة للمؤخر. هذا الوسط العام في أكثر بلاد مصر. بعضهم يزيد في العفش بعض الشيء، بعضهم يقل بعض الشيء، بعضهم يزيد في الشبكة، بعضهم يقلل فيها، بعضهم يزيد في المؤخر. هذا كله جائز.